قبل المشاهدة، المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كأس إفريقية واحدة في إثيوبيا، وميدالية فضية في تونس، وأخرى برونزية في نيجيريا، هي حصيلة الكرة المغربية في تاريخ مشاركات المنتخب في كأس إفريقيا. جاءت مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم متأخرة مقارنة بباقي دول شمال إفريقيا، حيث كانت المشاركة الأولى عام 1972 في الكاميرون، والتي أقيمت ب8 فرق، وخرج فيها المغرب من دور المجموعات ولكن بدون خسارة وكذلك بدون أي فوز. جاءت المشاركة الثانية للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا في النسخة الموالية التي نظمتها إثيوبيا، والتي شهدت الظهور الأقوى للمنتخب المغربي فكان بطلها. عرفت البطولة مشاركة 8 فرق على شكل مجموعتين، احتل المغرب فيها صدارة مجموعته أمام نيجيريا والسودان وزائير، حيث حقق فوزين أمام كل من نيجيريا وزائير، وتعادل مع السودان. شكل المتأهلون الأربع مجموعة فاصلة في التتويج. احتل المغرب فيها الصدارة أمام كل من غينيا ونيجيريا ومصر، حقق خلالها فوزين على كل من نيجيريا ومصر، وتعادل مع غينيا ليتوج باللقب الأول والوحيد في تاريخه. شارك المغرب بعدها في النسخة الموالية عام 1978، وكانت النتيجة خروجا مخيبا من دور المجموعات، ثم حقق المركز الثالث في نسخة نيجيريا عام 1980. غاب المغرب بعدها في نسختين متتاليتين ليعود ويشارك في نسخة 1986 في مصر، وكانت مشاركة لا بأس بها، احتل فيها المركز الرابع، ثم نظم البطولة عام 1986 واحتل فيها كذلك المركز الرابع. لم يتأهل المغرب في النسخة الموالية في الجزائر، ثم شارك في نسخة السنغال عام 1992 وخرج فيها من دور المجموعات. توالت خيبات المغرب ليفشل في التأهل في النسختين المواليتين، فكانت المشاركة التالية في بوركينا فاسو عام 1998 بلغ فيها دور الربع، قبل أن يعود ويتأهل في النسختين المواليتين ويخرج فيهما من دور المجموعات. ثم جاءت المشاركة الأفضل بعد التتويج، نسخة تونس 2004، التي كان المغرب فيها قاب قوسين أو أدنى من التتويج بها، حيث خسر النهائي أمام المضيف ب2-1 ليحقق الوصافة. بعدها لم يتمكن المغرب من تخطي دور المجموعات ل13 سنة كاملة، حيث خرج من دور المجموعات في 4 نسخ، ولم يشارك في نسختين ليلعب النسخة التي أقيمت في الجابون عام 2017 ويبلغ ربع النهائي، ويخرج من دور الثمن في نسخة مصر 2019 وربع النهائي عام 2021. إذا ما نظرنا إلى حصيلة مشاركة المغرب في كأس إفريقيا تاريخياً، نجد أن كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 تعتبر المشاركة 19 للمغرب في الكأس القارية، مشاركات كانت جلها مخيبة ولا ترقى لمكانة المغرب كروياً. فكيف يا ترى ستكون مشاركة رابع كأس العالم الحالية التي بلغ فيها دور 16 ويعقد آمالاً كبيرة عليها من أجل التتويج الثاني تاريخياً؟ فهل سيكون له ذلك؟